السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اذكروا الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب. صباحكم زي الفل أو مساكم زي العسل. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم تتبيلة البانيه، أو كمان التتبيلة دي تقدري تعمليها للستريبس اللي هو الأصابع الفراخ المقرمشة. ان شاء الله التتبيله تعجبكم، وان شاء الله مش هتبقى مكلفه، وكل حاجه هتكون عندنا في البيت زي ما اتعودنا. اول حاجه معايا نص كيلو كده من البانيه. انا البانيه ده مفرزاه في الفريزر وحطاه في اطباق فل زي ما انا قلت لكم قبل كده. دي قطعه البانيه اهو زي ما انتم شايفين كده. دي قطعه البانيه طبعا مغسول كويس قوي بالليمون والدقيق. تمام. بعد كده هنجيب بقى البوله. هقول المقادير على طول. معايا زعتر، توم باودر، فلفل اسود، كمون، بصل بودر، ملح، بابريكا، رشه من البهارات بتاعه الفراخ. لو عندك مش عندك خلاص مفيش مشكله. تمام. ومعايا هنا معلقه من الصلصه، تقدري طبعا تستغني عنها وتحطي معلقه من الصويا صوص او التشيلي صوص او البابريكيو او الكاتشب. تمام. ومعايا كمان هاخد كده من علبه الزبادي ديت 3 معالق من الزبادي بس كده. ده شكل البانيه اهو زي ما وريته لكم. هنجيب بقى بوله كده ونشوف المقادير. معايا معلقه من صلصه الطماطم او الكاتشب او التشيلي صوص او الباربيكيو او الصويا صوص زي ما تحبي. انا هنا استخدمت معلقه من الصلصه البيتي اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده على القناه. ومعايا علبه من الزبادي مش هستخدمها كلها. ومعايا بقى التوابل، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، زعتر، كمون، بهارات فراخ، بابريكا، ملح. الكل ده معلقه صغيره، الملح اللي مسوداه شويه. تمام. هنجيب كده التوابل كلها ننزل كده في البوله. بسم الله. نركن كده البانيه على جنب. ننزل بالمعلقه بتاعه الصلصه زي ما انتم شايفين كده. هناخد 3/4 معلقه كوبايه الزبادي. تمام. ونقلب دول كلهم كده مع بعض ونحط معلقه الخل بس كده. هجيب بقى معلقه الخل كده. بسم الله. معلقه الخل دي التتبيله بتاعه البانيه او الستريبس زي ما انا قلت لكم بس كده. انا هنا زودت معلقتين من الميه علشان انا حاطه زبادي، فالزبادي بيكون متماسك عن اللبن الرايب. تقدري طبعا بدل علبه الزبادي او العلبه الا ربع بتاعه الزبادي او الكوبايه الا ربع بتاعه الزبادي تضيفي كوبايه الا ربع من اللبن الرايب. تمام. او نص كوبايه من اللبن براحتك خالص. انا عملتها معاكم قبل كده باللبن اللي هو الحليب، وعملتها المره دي بالزبادي. هنزل كده بالتتبيله بالبانيه على التتبيله كده. تمام. نكمل كده. بسم الله. دي بس كده تتبيله البانيه. عايزه طبعا تحطيها من بالليل، يعني تجهزيها من بالليل في البانيه في التتبيله كده مفيش مشكله. عايزه تعمليها قبلها، يعني مفيش مثلا ساعه وتحضري البانيه وتقليه مفيش مشكله برضك. انا دلوقتي هحطها ساعه في التلاجة، وبعد كده هطلعها ونكملها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بس مهم جدا ان انتي التتبيله دي تغطيها، يعني تغطي البوله بتاعتك علشان ريحه الخل والريحه بتاعه التوابل ما تبقاش ظاهره في التلاجة. تمام. دلوقتي انا هدخلها بقى، اغطيها وادخلها التلاجة، وبعد ما تخرج هنشوف هنعمل ايه مع بعض. طيب دلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا طلعت البانيه من التلاجة. عدى عليه ساعة بالظبط. تمام. عايزة تسيبيه اكتر من كده طبعا يبقى احسن واحسن واحسن. جبت كده بيضتين وحطيت عليهم رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وهضربهم كده يعني اخفقهم كده مع بعض. تمام. وهحط كمان على البيضة البيضتين هحط عليهم كده معلقه صغيره من الزبادي او معلقه من اللي هو الحليب. تمام. براحتك خالص. تمام. الخطوه ديت بتاعه البيض اختياريه، يعني لو انت عايزه تعملي البانيه بالبيض مفيش مشكله، عايزه تعمليه من غير بيض مفيش مشكله برضه.
طيب البيض كده انا خفقته كويس. نيجي بقى للكفر اللي هو بيكون على الوش، اللي هو بيقرمش معاكي. طبعا انا عندي هنا اللي هو الكريسبي اللي انا شايراه اصلا من ماي واي، وقلت لكم قبل كده اللي انا بستخدمه دايما. وحاطه عليه كده شويه من الكورن فليكس، حاطه كده عليهم شويه من الكورن فليكس. تمام. لو مش عندك الكريسبي ده او الكورن فليكس، تقدري طبعا تحطي كوبايه من الدقيق عليهم نص كوبايه من النشا، وتحطي التوابل اللي انت اصلا حطاها على تتبيله البانيه، اللي هي الثوم البودر والبصل البودر والفلفل الاسود والملح والبهارات بتاعه الفراخ. ولو عندك المرقه الفوريه اللي هي اللي بتاعه الدجاج اللي هي البودر، مفيش مشكله خالص، تقدري تحطيها. تمام. وتعملي وهيكون عندك الكفر ده، عندك البقسماط مفيش مشكله خالص برضو. تمام. دلوقتي بقى ايه، هنجيب كده بسم الله قطعه البانيه او زي ما انتم شايفين كده، وننزل في البيض. طبعا الناس اللي عندها حساسيه من البيض وما بتحبش البيض في البانيه مفيش مشكله خالص، تقدري طبعا تعمليه من غير بيض. هقولك ازاي برضو. انا هعمل دلوقتي برضك من غير بيض. تمام. هناخد كده قطعه البانيه نحطها في الكريسبي اللي قدامك ده كده. طيب نجيب بقى معلقه بسم الله. حاولي ان انتي ايديكي ما تتعملش كده بالفيجيتار، علشان لما ايديكي بتتحط في الفيجيتار وهي مبلوله، الفيجيتار بيكلكع معاكي كده وايديكي بتبقى شكلها وحش، وكمان ما بتاخديشي كل الكميه اللي في الكريسبي. تمام. اهو بسم الله. عايزه اقول لكم ان الكفر هيبقى متماسك وزي الفل. نحط كده في طبق ناشف، ونعمل برضك، هعمل كده واحده معاكم تاني، وهكمل الكميه برضك على طول. هكمل كميه يعني، وبعد كده ابقى ارجع لكم. بس برضك عايزه اوريكم اللي انا مش عاملاه بالبيض. هوريكم دلوقتي كمان واحده بالبيض، ونعمل واحده من غير البيض، عشان بصراحه برضك انا ما بحبش البيض في البانيه. يعني بحس اللي هو ايه، مش عارفه، بس هو انا عندي كده حساسيه من البيض كده، احيانا اكله واحيانا لا، ومعدتي كده مش بتستحمله، فبعمله من غير بيض. بس انا حبيت برضو اعمله معاكم على الطريقه الاصليه اللي هي اصلا بتتعمل بالبانيه، لانها فعلا بتتعمل بالبيض. تمام. اهو نحط كده في الطبق او زي ما انتم شايفين كده. طيب نعمل بقى واحده كده من غير بيض. نجيب واحده بسم الله، قطعه بانيه اهي زي ما انتم شايفين بالتتبيله بتاعتها. تحطي كده اهو، هتلاقي الكفر برضك متماسك وزي الفل. اهو زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان هو ده زي ده زي ده، مفيش اي فرق خالص، حتى في الطعم ان شاء الله مش هيكون في اي فرق. تمام. نغطي كده اللي اتكشف ده بس كده. هنقلي بقى على الزيت بس لما اخلص الكميه اللي معايا، وبعد كده هنشوف هنقليه ازاي وهيكون الزيت غسير ولا لا. زي ما انتم شايفين كده ده الزيت ده كان عندي، كنت عامله قريب برضك بانيه. لا كنت عامله ستريبس. تمام. البانيه زي الستريبس بالظبط، بس الفرق ان الستريبس بيكون صوابع مرمشه. فالمهم انا صفيت بقى الرواسب بتاعه الزيت، وحطيت كده كمان زيت عادي، يعني زيت كمان عادي، يعني كملت الزيت اللي انا عايزاه. الزيت طبعا بيكون غزير وسخن. تمام كده. فطبعا انتي حرة، تقدري تستخدمي الزيت نظيف عادي، تقدري تستخدمي زيت كان عندك، مفيش مشكلة برضو خالص. يعني انا حطيت الاتنين على بعض، وكمان معظمنا بيعمل حاجة زي كده. دلوقتي بقى ايه، هحط البانيه كده فيه واوريكم ازاي مش هيفك معايا. اهو زي ما انتم شايفين كده، هجيب شوكة واوريكم اهو بسم الله. اهو ادي البانيه اهو لسه محطوط في الزيت. تمام. هنسيبه بقى ايه يتحمر كده، وطبعا بيكون على نار عاليه في الاول، وبعد كده بتهدي النار. هسيبه يتحمر، وبعد ما يتحمر هوريكم شكله. اهو زي ما انتم شايفين كده، انا هقلبها اهو على الناحيه الثانيه اهو. تمام. الكفر ما فكش حلو. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. انا بس عايزه اوريكم ايديا متبهدله ازاي. معلينا. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو مستوي جدا على فكره، وعلبه الزبادي مخليه مستوي قوي. دلوقتي بقى ايه نشيل بس كده بقى بسم الله. طيب بعد ما خلاص يتحمر هنشوف هنقدمه بقى ازاي علشان ننهي الفيديو. اهو زي ما انتم شايفين ده شكل البانيه بعد ما طلعته من الزيت، وعايزه اقول لكم ان هو مستوي جدا وحلو قوي وطري، شوفوا جميل جدا وسخن لسه وحلو جدا يعني. جربوه ان شاء الله يعجبكم باذن الله. بقى اشوفكم فيديو جديد وحلقه جديده، وسلام عليكم.